السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نشوف الطاجن القمر ده احنا عملناه ازاي وفي وقت قد ايه. طعم ايه؟ طاجن حلو جدا، سريع سهل خفيف وبأقل التكلفة، وينفع نعمله في اي عزومة، ينفع نعمل سفرة مختلفة لأولادنا في البيت. بجد حاجة كده لذيذة، مش قادرة اقول لكم قد ايه. تعالوا بقى نشوفها. بصوا زي ما احنا شايفين دي الكوسه طبعا بتقطع ازاي. طبعا احنا كلنا بنشوف العنوان بتاع الفيديو فبنعرف احنا عاملين ايه، بس تعالوا نشوف احنا عملناها ازاي باي طريقه. دي هنشوفها مع بعض في الفيديو ان شاء الله. نقول بسم الله ونبدا مع بعض. بصوا يا حبايبي، انا كان عندي مشاوير كتير قوي النهارده، فعماله افكر هعمل اكل ايه، فجبت الكوسه دي وانا جايه من السوق، وما كنتش ناويه اعملها النهارده بصراحه. ففي الاخر قلت لا، انا اقوم ايه، استعيذ من الشيطان كده، مش هشتري اكل جاهز واقوم اشوف هعمل اكل ايه. لقيت الكيس ده عندي في الفريزر، في حته اللحمه المفرومه دي متعصقه. بصي هي حته قد ايه، انا مش عارفه، هي لا تذكر اصلا. انا اي حاجه بتفيد مني، عصاج لحمه، عصاج فراخ، حته لحمه ايا كان، بحطها في كيس واحطها في الفريزر، قولها هتنفع. فهنا مع 5 طماطميات دول زي ما احنا شايفين كده، ومع حته اللحمه اللي احنا مش عارفين هي وزنها قد ايه، كانت تايهه مننا في الفريزر، فهنعمل منها الطاجن الحلو اللي احنا شفناه النهارده ده. دي كوسه انا اشتريتها النهارده، ده كيلو، غسلته كويس قوي. لازم لو عندك فرشه خضار بتغسليه فرشه الخضار او بسفنجه الخضار، لان الكوسه بيبقى فيها رمله ناعمه بتقرقش تحت البق. خلاص، نصيحه لاي بنت جديده او لاي عروسه جديده. انا مره عملتها وما كنتش وكنت مستعجله وما غسلتهاش كويس، بقى كل اللي بياكل بتقرقش تحت بقه. ويا رب اللي قرقش تحت بقه يشوف الفيديو ويسيب لي تعليق حلو. خلاص يا حبايبي، انا هنا جبت الكوسه دي كوسه مش رفيعه قوي ولا كبيره، دي كوسه كده زي بتاعه المحشي. انا بحب للطبيخ الكوسه زي بتاعه المحشي كده، بس عشان ما كنتش ناويه اعملها اللي هي اللي بالطريقه دي. فانا جبتها وهقطع منها هشيل منها الحته اللي من تحت والحته اللي من فوق، وهروح منيماها كده واروح قطعه، واخده حته صغيره كده اتخن من بتاعه الشيبسي بشويه. يعني لو انا هقطع بطاطس الشيبسي بتبقى اتخن منها بشويه، شريحه كده من فوق الوش. ليه؟ عشان تديني الشكل المستطيل ده اللي انا بعد كده هقوره بالطريقه دي عشان افرغ الكوسه من جوه. خلاص يا حبايبي، انا سايبه الكاميرا شغاله كلها فتره التقوير ديت عشان تشوفوا احنا عملناها ازاي. هي هتبان دلوقتي، معلش في الكام واحده الاولانيين كانت الكاميرا مش باينه قوي، بس بعد كده هتبان معانا. بصوا انا فرغتها من جوه ازاي. دي بمعلقه صغيره اصغر من معلقه الشاي، اللي هي المعلقه بتاعه الايس كريم، فانا فرغت بيها كده عشان الكوسه بتاعتي كانت صغيره. لو الكوسه اكبر شويه بستخدم معلقه الشاي. خلاص، فانا ما كانش ما ينفعش ان استخدم معلقه اكبر من كده عشان الكوسه بتاعتي ما تتشرمش مني. خلاص، هتتكسر مني، مش هتكون احسن حاجه، مش هينفع بعد كده ان انا اعملها شكل القارب. خلاص، احنا عملنا الوصفه دي مع بعض زمان قبل كده، مره كنا عاملينها بالبشاميل، نفس الطريقه كده بس كانت بالبشاميل. المره دي لا، عملناها بالصوص الاحمر، ونشوف احنا نعملها ازاي. وبجد كان طعمها حلو جدا. احنا وانا واقفه داخله اعمل الكوسه في المطبخ، جالي مشوار تاني، فكنت محتاجه ان انا اخلص الطاجن بتاعي بسرعه علشان انزل. فعلشان كده انا بصوا عملته بالطريقه دي، بس بجد كان تحفه قوي، كان طعمه حلو. يعني هو اصلا كله على بعضه، كل اللي خد وقتي فيه التقوير بتاع الكوسه. علشان كده احنا دايما بنقول التفريزات بتبقى مهمه. يعني انا لو جبت مثلا كيلو لحمه مفرومه وعصقته وشلته في الفريزر هينفعني في اي وقت. يوم كده زي النهارده كده، انا كنت في الشارع من الساعه 9 الصبح تقريبا، راجعه البيت الساعه 3، ورجعت يا دوبك ارتحت ساعه، قلت بس اريح كده ساعه واقوم اشوف اعمل الغدا. وانا لسه قايمه عشان اعمل الغدا جالي مشوار تاني واضطريت ان انا انزل، فكنت محتاجه ان انا اعمل بسرعه. خلاص، فدي فعلا ما خدتش معايا اي وقت. اللحمه عندي متعصجه في الفريزر جاهزه، والكوسه ما خدتش وقت في التقوير، عملتها بسرعه. وهنشوف بقيه الخطوات احنا عملناها ازاي. كانت سهله جدا، ما خدتش مننا ولا وقت ولا مجهود. خلاص، انا هنا اور الكميه اللي بتاعتي كلها اللي انا جايباها، سواء كيلو او اكتر، انت برضو على حسب احتياجات بيتك، فطبعا الكميه ترجع لك انت. اللي وصل معانا لغايه هنا ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان يوصل لنا كل جديد. خلاص يا حبايبي، ومن فضلكم شيروا على قد ما تقدروا علشان القناه توصل لاكبر عدد ممكن، ويدخل لنا اخوات جداد، والعيله بتاعتنا تكبر وتبقى اكبر من كده. طبعا انا فعلا بتشرف بيكم كلكم، بتشرف بتعليقاتكم الحلوه. اي حد بيسيب لي تعليق حلو بجد انا بتشكر له جدا وجزاه الله خيرا. التعليقات بجد جميله جدا، هي قليله بس حلوه، انا بجد بفرح بيها قوي. فيا ريت يا ريت يعني تشيروا كمان القناه عشان تروح لكل اصحابكم وحبايبكم، عشان نبقى اسره كبيره مع بعض. خلاص يا حبايبي،
ولو في حاجه في الفيديوهات مش عاجباكم يا ريت تكتبوا لي كومنت برضو، بس يكون مهذب يعني ما فيهوش اي حاجه تضايق، بس الفتوا نظرا للحاجه اللي ما بتعجبكوش عشان انا اعرف اصلحها، ويبقى الفيديو بتاعنا نبقى مستمتعين بيه كلنا. خلاص. على فكره انا ما بيضايقنيش ابدا اي تعليق في اي ايه، استنى افتكر كده، في اي حاجه مش هقول سلبيه، لا، في اي حاجه ان انا اقدر اصلحها في القناه او اقدر اضيفها تاني في القناه، ده شيء بيسعدني جدا، لان بحس ان اللي باعت لي التعليق ده مهتم ان انا اكون احسن او اكون افضل او اكون يعني ايه القناه بتاعتي مميزه او فيها حاجات حلوه. خلاص. فيا ريت اللي حابب يسيب لي كومنت في اي تعليق يكون في حاجه سلبيه في القناه مش عاجباه ان انا اغيرها يا ريت يكتب لي، واللي حابب يعرف اي وصفه او اي طريقه يا ريت يكتب لي في الكومنتات باي طريقه او اي اكل هو حب، او اللي عنده طريقه جديده لاي اكل يا ريت يكتبها لنا في التعليقات واحنا نجربها ونعملها مع بعض. بجد ده يسعدني جدا، لاني بجد انا ببقى خلاص زهقانه من فكره الاكل المكرر. خلاص. واحنا بناخد افكار من بعض، انا بصراحه باخد ساعات افكار من قنوات تانية بضيف عليها حاجه بحط عليها حاجه، احنا بنستفيد من بعض جدا، وده مش عيب ولا ده غلط كمان. انا هنا خلاص عملت فرغت كل كميه الكوسه اللي عندي او قورت كميه كل الكوسه اللي عندي، وخدت القلب بتاعها مع الشريحه اللي انا قطعتها من فوق، قطعتهم كده وحطيتهم في ارضيه الطاجن. احنا ما بنرميش اي حاجه، خلاص، مفيش حاجه بتترمي، اللي في ارضيه الطاجن دي هتشرب من الصوص بتاعنا ويبقى طعمها حلو جدا وهتاكل كمان قبل الكوسه اللي احنا هنعملها. هنا كنت جايبه فلفل الوان وانا طالعه، خدت شريحه من كل قرن، انا ما كترتش لان انا عندي بنتي مش بتحب الفلفل الالوان قوي، وكمان الكميه عندي كانت يا دوبك مظبوطه، والعصاج بتاعي كان عليه البصل بتاعه وعليه الفلفل بتاعه عليه كل حاجه، فانا مش محتاجه اضيف اي حاجه خالص على العصاج، انا بس يا دوبك ايه هحط الكوسه واحط الاضافات بتاعتها. خلاص. انا هنا قطعت شريحتين فلفل الالوان دول يدوني لون ويدوني شكل ونكهه وطعم للطاجن. بجد الحاجات دي بتفرق جدا وبتدي نكهه وطعم مختلف تماما، وبتدي كمان قيمه غذائيه. ولو في جزر ممكن تبشري جزرايه بيديها، بجد الجزر بيخلي الكوسه حلوه قوي. هنا كنت انا ضاربه فص توم في الكبه، حطيته حطيت حته توم على الكوسه من تحت، وهبدا بقى ارص الكوسه بتاعتي كلها. خلاص. هو الافضل انت طبعا تكوني عاملاها في طاجن مستطيل، بس انا بصراحه ما اعرفش ليه عملتها في الطاجن المدور ده، فكانت مزهقاني في الرصه بتاعتها، انما المستطيل هيكون معايا اسهل بكتير قوي لاني هكون حطاها جنب بعضها. خلاص. انا عندي طبعا ده الحمد لله، بس ما اعرفش ليه انا عملتها في الطاجن المدور ده، مش مشكله. بجد كان اليوم بالنسبه لي صعب جدا وكان مجهد جدا وكله في الشارع، فما كنتش مركزه، فالحمد لله انا قدرت اعمل اكل وطلع طعمه حلو كده، فعشان كده حبيت ان انا اصوره لكم وانزله لكم. خلاص. انا هنا برص الكوسه، بعد ما هرص الكوسه بتاعتي هنرصها بالطريقه دي وهنشوف هنكملها ازاي. والله نفسي اتكلم معاكم في مواضيع كتير قوي، بس انا مش عارفه ابداها ازاي ومش عارفه انتوا هتستحملوني ولا لا. هنشوف الفيديوهات اللي جايه، عايزين نفتح كام موضوع كده مع بعض وعايزين ناخد فيه اراء بعض، فيا ريت ان شاء الله نستحمل بعد كده الفتره اللي جايه ونشوف الفيديوهات بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. وعايزين كمان نعرف شويه معلومات عن الخضار، انا بسيب المعلومات عن الخضار دي بسيبها في الريلز، يا ريت تتفرجوا على الريلز وتقولوا رايكم. هننزل معلومات عن الكوسه زي ما نزلنا معلومات عن الملوخيه، اللي حابب يعرف معلومات اكتر يا ريت يكتب لي في التعليقات عن اي نوع خضار او ايه انواع الخضار اللي فيها كالسيوم، ايه انواع الخضار اللي فيها فيتامينات، يا ريت تسيبوا لي ده في التعليقات وان شاء الله نعملها مع بعض. هو انا الحمد لله مش دكتوره، بس بحاول ان انا يكون الاكل بتاعنا صحي ومفيد في نفس الوقت، ما يكونش بناكل وخلاص. خلاص كده. انا هنا حطيت العصاج بتاعي وكان لسه متلج شويه، فبحاول ان انا فرفته كده بايديا عشان يفك من بعضه، وبحشي بيه الكوسه. بص احنا لغايه دلوقتي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، احنا كل اللي عملناه اللي احنا فرغنا الكوسه من النص زي ما احنا شايفين كده، وحطينا اللي احنا قورنا اللي احنا طلعنا من قلب الكوسه من تحت بارضيه الطاجن، حطينا عليه فص توم، حطينا عليه قرن حته فلفل الوان، وقلبناهم وخلاص ورصينا عليهم الكوسه، وهنبدا نحشي الكوسه بالعصاج بتاعنا بالطريقه دي زي ما احنا شايفين. انا فضلوا عندي 2 زياده فحطيتهم كده فوق الوش، ما عملوش اي حاجه خالص، هي الكوسه عامه لما بتستوي بتكش شويه. خلاص. فانا هحطها كده وهبدا احشيهم هما كمان وخلاص. وبعد كده هنشوف الخلطه بتاعتنا اللي هنسقي بيها الكوسه دي قبل ما ندخلها الفرن. خلاص يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده، هو الحته دي انا ببطئها لكم شويه يعني عشان ايه تاخدوا مش كل الافكار، علشان تاخدوا التفاصيل ماشي كده. فخلاص انا حشيت الكميه اللي عندي، الحمد لله كميه اللحمه كانت على قد كميه الكوسه، فضل ونعمه من عند ربنا، ما احتجتش ان انا ازود ولا كان في كوسه فاضت، لا الحمد لله.
هحط هنا الطماطم بتاعتي، ضربه طماطم في الخلاط عادي خالص او في الكبه، حابه تضربيها في الكبه اضربيها، حابه تضربيها في الخلاط اضربيها، حابه تبشريها على ايديكي تمام اوكي مفيش مشكله، تبشريها يعني بالمبشره، لو انت مكسره تطلعي الخلاط، بس هي في الخلاط عشان تديني صوص كمان، فانا عشان كده ضربتها في الخلاط. هنبدا بقى نحط الاضافات بتاعتنا، ده فلفل اسمر، هنحط كمان ملح، شويه 7 بهارات، انا قلت لكم قبل كده انا ما بحبش احط بهارات كتير على اللحمه، هي رشه 7 بهارات ورشه فلفل اسمر مش اكتر من كده خلاص، والملح بتاعنا. انا بقى حابه هنا ان انا انكه الكوسه بنكهه تانية مختلفه، هنشوف هنضيف ايه عشان ينكه لنا الكوسه بنكهه مختلفه. هنا انا حبيت احط عليها حته سمنه تنكهها لي، بس طبعا السمنه بتاعتي كانت في التلاجة فما عرفش احطها على الطماطم، هي الافضل لو سايحه نحطها على الطماطم ونقلبها عشان تبقى لما نحطها على الكوسه تبقى الكوسه كلها شاربه من السمنه، بس انا السمنه بتاعتي كانت في التلاجة فعشان كده ما نفعش. بصوا بقى يا حبايبي، انا هنا حبيت انكه الكوسه بتاعتي فقلت لا انكهها بايه، برشه زعتر، الزعتر مع الكوسه تحفه بجد حكايه. انا هنا خلاص بقى كنت مستعجله جدا ومحتاجه انزل، فعارفين بقى انا ايه بكروت فاهمين، فروحت حاطه قلبت كده نص تقليبه صغيره، ورحت ايه بدات اسقي ايه الكوسه بتاعتي بالطماطم، بحط على كل كوسايه شويه طماطم كده عشان ايه تتشرب كلها من بعضها، وهحطها في الفرن وهسيبها وهنزل. انا زوجي كان في البيت قلت له بقى خلي بالك منها بلا انا منزل واطلع. خلاص هنا كانت خلاص خدت استوت في الفرن وخدت اللون بتاعها واديتها لون على الشوايه، وبكده احطها على احلى سفره في احلى عزومه، وفي اي عزومه هتشرفني جدا وهتعجب كل الموجودين. وطبعا لازم نعمل لاولادنا دايما حاجه مختلفه وطعمها حلو وشيك، وبالف هنا وشفا. اسيبكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.